دعونا مشاهدينا الاعزاء نذهب لنستمع حديث جود بيلينغهام بعد نهايه هذه المباراه، صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراه. ماذا قال عن هذا الانتصار؟ صحيح، الانتصار جيد. صحيح، عودة جيدة بالنسبة لي أنا كجود بيلينغهام. شيء جميل أن نخوض منافسات الشامبيونز ليج. مهم جدا أن نحصل على النقاط الثلاثة لأن هذا سيساعدنا على الفوز بالمباريات القادمة. أيضا جميل جدا أن نحافظ على نظافة الشباك. سعيد جدا بتسجيل هدف. إذا كيف كان إحساسك وأنت تعود إلى تسجيل الأهداف؟ أعتقد أنك كنت سعيدا. من الواضح أنني سعدت بتسجيل هذا الهدف. صحيح، عانيت من الإصابة ولم ألعب مع المنتخب الوطني، كذلك تغيبت عن بعض المباريات. شيء جميل إلى أعود إلى غمار هذه التجربة الكروية وأن أسجل هدف. عدت في الوقت المناسب. أنت قلت في الموسم الأول أنك التحقت بنادي ريال مدريد أن هناك إحساس جميل حينما تخوض مباريات على أرضية سانتياغو برنابيو، وأيضا قلت أيضا أنك مسرور جدا بالانضمام لنادي ريال مدريد خلال المباريات الأخيرة. وحينما بدأت أتحسن شيئا فشيئا، وحينما كان يدخلني المدرب وحينما كنت أجلس على دكة الاحتياط بدأت أتأقلم شيئا فشيئا وأستعيد عافيتي الذهنية والبدنية والكروية. أتمرن كثيرا وأجهز نفسي للعودة من الباب الكبير. أحب أن أخوض هذه المباريات وأحب الفوز بالمباريات أيضا.